يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى شويه بقسماط، احلى من بتاعه الافران. وزي ما انتم شايفين كده بالجمال والحلاوه، عايزه اقول لكم بقى شويه بقسماط كده دايبين ومقرمشين وما بيقطموش كده، وحاجه كده فاخر من الاخر. بجد بجد زي ما انتم شايفين شويه بقسماط تحفه. وبنص كيلو دقيق هنعمل الكميه الحلوه ديت. انا عايزه اقول لكم الكميه ديت يعني كميه حلوه. لو احنا نروح نشتريها بقى من الفرن، هنشتريها كده يعني اكتر من حق الدقيق بكتير. فتعالوا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. طبعا شويه العراد دول كده كنت انا عملت زجه في الاول كده، وكنت مطخنه البقسمايه يعني كنت مطخناها. فطبعا لما جيت حطيتها في البتاع لقيتها فرشت، فظبطت ايدي بقى في بقيه البقسماط. وتعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. مقاديرنا زي ما يعني سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. زي ما انتم شايفين ده اول حاجه معايا 3 معالق من السكر، ومعايا كوبايه من الميه، ومعايا كوبايه الا ربع من السمنه على زيت. تقدري تستخدمي زيت، بس تقدري تستخدمي سمنه على زيت. بس لما تعملي الزيت لوحده ما بيخليش البقسمايه، هي بيخليها ناشفه بس ما بيبقاش لها طعم، لانه طبعا بينشفها قوي. لكن السمنه بتديها كده نفس وبتديها طعم جميل. طبعا بقى نزلت بكوبايه الميه، والميه بتاعتنا عاديه خالص، يعني احنا طبعا في الحر فمش لازم يعني ندفيها. ميه عاديه من الحنفيه. نزلت عليها بقى بمعلقه كبيره من الخميره البيره، او خميره اكياس اللي موجوده عندك يعني. طبعا بقى نزلت بالثلاث معالق سكر. هدوب الكلام ده كله مع بعضه. وطبعا بتنزلي بقى ظرف من الفانيليا، بس كان ده ما كانش موجود عندي. عايزه اقول لكم الفانيليا بتدي طعم ونفس حلو جدا للبقسماط. بعد كده بقى بنقلب ده كله. طبعا دي رشه من الملح. بنقلب ده كله مع بعضه، واكون مجهزه معايا نص كيلو من الدقيق. ولو انت ما عندكيش ميزان، هتجيبي المج ده اللي انا معايره به السمنه، ده طبعا موجود في كل بيت. هتعايري به 4 كوبايات، دول مقدار النص كيلو. وطبعا الدقيق بيبقى حسب بقى ايه النوعيه بتاعتنا. في دقيق بيختلف عن التاني، في دقيق بيحتاج مثلا شويه سوائل، في دقيق بيبقى يا دوبك السوائل اللي احنا حطيناها دي يا دوبك مظبوطه. انا طبعا السوائل بتاعتي مظبوطه على قد نص كيلو بالظبط، ما احتاجتش اي حاجه خالص. طبعا بقى انا خلطهم. وطبعا انا كنت سايبه معاكم كوبايه دي عشان اوريكم ان انا عيرت ال4 كوبايات اللي هم نص كيلو، عيرتهم بالمج ده. طبعا دي معلقه من معالق الشاي حطيتها بيكنج باودر، علشان طبعا ما يفرش معانا، فما تكتروش فيه. بعد كده بقى بعد ما دوبنا السكر مع الخميره مع السمنه والزيت، هننزل عليهم بنص الكيلو نص كيلو الدقيق بتاعنا. وزي ما قلت لكم كده، هو ما محتاجش اي حاجه خالص، هم يا دوبك المقدار ده لملي